انا سهلتها عليك في هذا رمضان. واحد الحريره ساهله ماهله دغيا كتوجد بلا عذاب، بلا ما تجلسي تقطعي قزبور ومعدنوس وتقطعي خضره وتقطعي داكشي كامل. كتوجد دغيا في رمشه العين. كنحتاجوا لها واحد البصله كبيره اللي نقيتها وقطعتها طريفات صغار، 3 ديال الطماطم نقيتهم ونقشرتهم وزريتهم وقطعتهم طريفات صغار حتى هما، وشويه ديال القزبور، شويه ديال المعدنوس، شويه ديال الكرفس، تقريبا نص ربطه من كل حاجه. وكنضيف عليهم واحد الغراف ديال الماء وكنطحنهم مزيان في الخلاط الكهربائي حتى كيطحنوا مزيان. شوفوا كيفاش طحنتهم. من بعد كنخويهم في الكوكوط ديالي اللي غادي ندير فيها الحريره. كنضيف عليها الماء طايب، كنشلل داك الغراف من دوك البقايا ديال الخضره وديال القزبر ومعدنوس والكرفس، وكنضيف لها الحيمات مقطعين طريفات صغار، ودوك الريوس ديال الكرفس قطعتهم حتى هما طريفات صغار درتهم. وكنضيف عليهم واحد زلافه ديال الحمص اللي مرقد ليله كامله، هو والعدس رقدتهم ليله كامله، ملحه، البزار، سكنجبير، الخرقوم، معلقه تقريبا، ونص معلقه ديال القرفه، وواحد راس معلقه ديال السمن الحار. كنضيف عليهم الماء طايب حتى كتعمر الكوكوط ديالي. ومن بعد كنضيف لها واحد 3 د المعالق ديال الزيت، انا ضفتها من بعد وسديت عليها ورديتها فوق البوطه حتى طابت. اللي حسيت بداك الحمص وداك اللحم طاب حليت عليها، زدت عليها واحد 3 د المعالق ديال الحك ديال المطيشه اللي ذوبتهم في شويه ديال الماء طايب. كنضيفهم وكنضيف واحد الحفينه ديال الشعريه وكنبدا نحرك فيها. ومن بعد كندورها بالدقيق، 3 د المعالق ديال الدقيق اللي طلقتهم في واحد الكاسونس ديال الماء حتى طلقتهم مزيان وصفيتهم. وكنبقى نحرك فيها باش ما كيلصقليش داك الدقيق وما كيشكلش ليا دوك الكويرات ديال الدقيق هكا. وكنبدا نحرك فيها تقريبا حتى كطيب، ما كنغفلش عليها. كنضيف لها في الاخير واحد 2 معالق كبار ديال القزبور اللي قطعته شويه رقيق، وكندورو بها كيعطيها واحد الريحه زوينه في الاخر. هاد الطريقه ثقوا بيا راه كتجي زوينه وكتجي الحريره بها لذيذه احسن من الاول. احسن ملي كتجلسي تقطعي قزبور ومعدنوس وداكشي كامل، ملي كطحنيهم كتعطي واحد اللذه اخرى في شكل. ان شاء الله تعجبكم، تجربوها وتعجبكم. ومن بعد كنرافقها بمعسلات بالتمر، بالمعسلات راكم عارفين الحريره كنرافقوها بالبيض مسلوق. الحامض، انا الحامض ما درتش الحامض هنا لان ديجا حامضه، درت فيها 3 ديال المطيشات و3 ديال المعالق كبار ديال الحك ديال المطيشه، يعني الحموضه جاتني هي هذيك. من بعد الا بغيتو نتوما تضيفوا الحامض كتعصروا فيها الحامض، حيت الحريره المغربيه حنا معروفه عندنا بالحموضه، يعني كتكون حامضه ديال الحريره المغربيه. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وما تنساونيش من اشتراك وتعليق وجيم وبارطاج، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.